السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، ازيكم؟ هكلمكم دلوقتي عن مباراة النادي المصري والنادي الاسماعيلي اللي هتتلعب يوم الاثنين 1/1 الساعة 7 مساء. ترتيب الفرقتين في الدوري لحد دلوقتي: المصري المركز السادس مع لاعب 8 معاه 15 نقطة. الاسماعيلي المركز 15 لاعب 9 معاه 7 نقاط. يعني الاسماعيلي لاعب مباراة زيادة. المباراة هتبقى مهمة للفرقتين وخصوصا النادي الاسماعيلي اللي في المركز 15. مباراة يعني انا بقول هي فرصة الاسماعيلي الاخيرة لمصالح الجمهور، لان بعد كده هيبقى في توقف دولي، هيبقى عشان بطولة كاس الامم الافريقية اللي هتتلعب في شهر 1. فالمباراة دي، مباراة المصري دي، هتبقى مهمة جدا للاعيبة الاسماعيلي انها تصالح جمهورها، ولازم تكسب، لان انت لو خسرت التاني في حاجات كتير جدا هتتغير، لان مش هيبقى في صبر على اللعيبه دي ولا المدرب كمان، لان الجمهور خلاص، يعني الجمهور تعب. سجل مباريات بين الفريقين اخر 5 مباريات، المصري كسب فيها 3، الاسماعيلي كسب فيها 2. مرات التعادل بين الفرقتين ولا مره. اول مباراة كانت بتاريخ 6/5/2022 وانتهت بفوز الاسماعيلي 3-2. تاني مباراة كانت بتاريخ 18/8/2022 وانتهت بفوز المصري 4-1. تالت مباراة كانت بتاريخ 25/12/2022 وانتهت بفوز المصري 0-1. رابع مباراة كانت بتاريخ 20/4/2023 وانتهت بفوز الاسماعيلي 1-2. خامس مباراة كانت بتاريخ 29/4/2023 وانتهت بفوز النادي المصري 2-0. المباراة القادمة للنادي الإسماعيلي بعد التوقف الدولي هتبقى قدام نادي سيراميكا كليوباترا. المباراة هتتلعب يوم 15/2 الساعة 4 مساء. نهاية الفيديو، أتمنى التوفيق إن شاء الله بعد بكرة لنادي الإسماعيلي في المباراة الصعبة قدام النادي المصري، وإن شاء الله يرجع ب3 نقط ويفرح جمهوره. وشكرا لكم على المتابعة.